الرحيم. احنا هنا في شقة، لما بنخش بنلاقي حمام ضيوف، كهرباء، اللي بنلاقي مطبخ، في غاز طبيعي، سخان، مطبخ معقول، في دواليب. خش نلاقي ريسبشن، حوالي قطعتين كبار، المطل بتاعه مش مجروح، بعد كده في عندنا بلكونه اللي هي ماسكه الشقه كلها بقى، الفيو بتاعها مفتوح لان في جنينه قدامنا، والبلكونه ديت ماسكه الريسبشن واوضتين نوم. بنخش في برايفسي جامده قوي بين الريسبشن وبين الاوض النوم، فبنخش نلاقي 3 اوض نوم. ادي اول اوضه برضو على البلكونه هي بعد كده في الاوضه الكبيره فيها تكييف 5 حصان، وبرضو مش مجروحه خالص لان دي الناحيه الثانيه على مطابخ، ممر على مطابخ. وفي عندنا ان هو الاوضه الى حد كبير واسعه كبيره، كلها خشب سويدي متقسمه كده، فيها عمود مقسم الاوضه بطريقه جميله الى حد كبير. وبعدين الحمام الماستر، وبانيو، شقة مش محتاجة غير صيانة خفيفة، وش نظافة يعني مش أكتر. ودي الأوضة الثالثة، هي الأوضة دي لحد ما صغيرة شوية، لكنها برضو على نفس البلكونة بتاعت الشقة كلها. يعني احنا نوت من الأوضة ديت نخش على الأوضة الثانية، على الأوضة الثالثة، والفيو بتاعها زي ما احنا شايفين. احلى حاجه في الشقه ديت اللي هي البرايفسي بتاعها، ان هي مفصول اوض النوم بالحمام عن الريسبشن بباب بار كده جميل، مفصوله فاصله كويسه الى حد كبير. الناس الملتزمين الحاجات ديت. عينك لاداره الاملاك، حسين ابو شنب.